السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا النهارده جايه لكم قاعده قدام الشقه ليه؟ انا في فيديوهات جايه لكم ان شاء الله، الفيديوهات اللي جايه دي بشطب شويه حاجات في الشقه، فقلت اطلع بقى ايه. انا عامله لكم امبارح فيديو كمان للفسيخ، طريقه عمل الفسيخ. انا كنت عملت الفسيخ قبل كده والحمد لله عجبنا وعجب العيله كلها وبشهاده الكل، طلع تحفه. بس كنت قلقانه ما رضيتش اصوره معاكم في البدايه، قلت اما نشوف كده الاول هيبقى عامل ايه. الطريقه كنت واخداها من فسخاني وكان تحفه، فقلت اعمله تاني معاكم. عملته امبارح ونزلت لكم الطريقه مش امبارح، الطريقه كانت معموله قبل شم النسيم بيوم، ما لحقتش شم النسيم بس عملته. فلما عملته قبل شم النسيم بيوم المفروض ان انا افتح عليه دلوقتي، مش المفروض، لا، انا كنت فاتحه على التاني بعد 12 يوم. ده بقى قلت هفتح عليه 8 ايام. 8 ايام ليه يا امل؟ مش عارفه. انا فتحت يا جماعه، بصوا انا بس قصيت بالمقص كده وقلبت ان انا اشوفه. بصوا كمان، شايفين الفسيخ عامل ازاي؟ حاجه تحفه. فتحت الكيس، بصوا بطنه، بصوا ملبن. بصوا طبقات الكيس اللي كنت حاطاها في العلبه الفلين دي، لان دي بتحفظ الحاجه يا جماعه، لا بتطلع ريحه في المكان. والراجل يعني عمل بتاع الفسيخ قال لي حطيه فيها، وكنت مبستره الحافيه بتاعتها كده فيها ميه. تعالوا بقى هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفتح ونشوف. بصوا يا جماعه، حلو، هقول لكم حلو بأمانة الله بما يرضي الله. وحش برضه مش هعمله 8 ايام تاني، فان شاء الله باذن الله ربنا يكبر بخاطري ويبقى كويس. بسم الله. بصوا يا جماعه، شايفين الزبده، شايفين الجمال، شايفين؟ ايه رايكم؟ ايه رايك يا هاك؟ ملبن كمان الدين. بصي هندوق، لسه هدوق معاكم. بصوا بقى الجمال يا جماعه والتحفه. والله يا جماعه 8 ايام بالظبط، 8 ايام. بصوا الشوكه بتاعته، شايفين؟ بص لسه هدوق، انا ما دقتش كل ده، ما دقتش، بس الشكل بيغني عن اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. لا هتدوق. قول الحقيقه يا محمد، عامل ايه؟ طعمه حلو قوي، تحفه. بصوا بقى، بصوا اللي جاي ده، شايفين اللحمه؟ دي لحمه يا جماعه والله، زبده. بصوا ما شاء الله، بصوا اللحمه عامله ازاي، شايفين نساير اللحمه عامله ازاي؟ شايفين اهو، بصوا شايفين؟ من ايديك يبقى جميل. بصوا شايفين واللحم بتاعه طري حاجه. بصوا شايفين؟ اقسم بالله تحفه بجد، حكايه. انا كنت قلقانه وانا بفتح عليه ان هو 8 ايام، بجد كنت قلقانه وخايفه قوي ان هو يبقى فيه حاجه. بس بصوا هو اصلا يقعد اكتر من كده ليه؟ يشيل بس اللي هو الشوك ده اهو، شايفين الشوك اللي هو الرفيع ده، نخلي بالنا منه. استنوني بقى حبايب العيله كلها، تستنيني جايه لكم ان شاء الله، ربنا ما يجيب حاجه وحشه. بصوا يا جماعه، ده يستنى اكتر من كده، ده زبده والله العظيم زبده. بصوا اللون، شايفه النجار؟ تحفه. بصوا بقى، عايزه اقول لكم جربوه، مفيش كلام تاني، على ضمانتي قدام ربنا قبل اي حاجه. بس بجد بصوا القشره، شايفين النظافه بتاعته؟ شايفين حاجه ما شاء الله، لحمه بس لحمه. ده انا كلت نصها يعني، على ده وكلت نصها والله. كفايه ان انت اللي عاملاه بايدك، كفايه ان انت اللي عاملاه لاولادك بايدك وعارفه هم عامل لهم ايه. عايزه اقول لكم ان هو تحفه والله العظيم، بجد كلمه تحفه قليله، و8 ايام بس ما تكتروش.
يعني انا لما قعدت 12 و15 يوم، طب ليه وهو ما شاء الله اهو مستوي وكل حاجه تمام وزبده ونزل سمنه. عايزه اقول لكم انه سمنه وصوص. لما اقول مش محتاج ان انا اقول اهو، انا هسيبكم انتوا اللي تقرروا وتقولوا رايكم في ايه، بس اهو انا مش هقول، انتوا قولوا رايكم ايه في الكومنتات ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله.